السلام عليكم، ازيكم واهلا بيكم في قناة ونس. اهلا بيكم في فيديو مقاطع رعب جديدة، مقاطع رعب يوم الجمعة. معروف استعدوا كويس للمقاطع اللي جاية لانها فعلا هترعبكم. حضروا كده سناك ومشروب وقللوا الضوء خالص، بس بلاش تطفوه عشان ما تخافوش، وصلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا ندخل على اول مقطع على طول. ما تنسوش بس تعملوا سبسكرايب ولايك، ما تنسوش برضه تدخلوا على القناة التانية، هسيب لكم اللينك بتاعها في التعليق المثبت. يلا بينا. الفيديو الجاي لواحد اسمه جيمس فولدر، صوره لدمية قديمة كان شاريها من محل كده لبيع الدمى السكند هاند، والدمية حقيقي يعني شكلها يفزع، شكلها مرعب، معرفش هو اشتراها ليه، بس في ناس بتحب كده. جيمس بيقول ان الدمية دي كانت تستحق اكتر من اللي هو دفعه فيها بكتير، ما يعرفش يعني ليه المتجر مقلل من قيمتها كده، لانها بحالة كويسة، بس فيما بعد هيعرف يعني ليه المتجر قلل من قيمتها كده، لانه من ساعة ما جابها البيت وفي حاجات غريبة عمالة تحصل فيه، عشان طول الليل بيقعد يسمع أصوات غريبة وأبواب عمال تفتح وتقفل لوحدها. وعلشان كده حس جيمس إن السبب بقى في اللي بيحصل ده كله، بما إنه حصل مرة واحدة كده، هو الدمية دي، لأن هي لسه جاية جديد البيت ومن بعد ما جت وهي بيحصل فيها كده. فقرر إن هو يسلط عليها كاميرا، يعني يحط كاميرا قدامها يتصورها 24 ساعة، حصل منها أي حاجة، اتحركت راحت جت بتاع، تتصور وتتلقط على طول. وحطها في غرفة فاضية تماما، يعني أي حاجة هتحصل بسببها. في البداية اول كام يوم كده ما حصلش اي حاجه غريبه، والكاميرا ما سجلتش اي حركه يعني، ولكن بعدها كده فجاه مره واحده في يوم حصل حاجه غريبه جدا. خليني بس اقول لكم ان الكاميرا اللي هو بيصور بيها شبه كاميرا مراقبه، بترصد اي حركه بتلقطها وتبعت نوتيفيكيشن لموبايل الشخص نفسه يتفرج ويشوف ايه الحركه اللي حصلت بالظبط. ولكن الغريب ان هو كان من وقت للتاني الكاميرا عماله تتحرك كده في المكان، مع ان ما كانش فيه حاجه بتتحرك ولا حاجه، عادي، ممكن هنقول جليتش في الكاميرا. ولكن في النهايه هو نزل الفيديو ده، اتفرجوا. زي ما شفتوا كده مفيش اي حركه فعليه حاصله في الاوضه، ولكن الكاميرا عماله تتحرك كأن هي راصده حاجه احنا مش شايفينها، او ممكن نقول زي ما قلت لكم انه خلل في الكاميرا، عادي بتحصل. يعني انا عندي كاميرا كده وبتقعد تتحرك بالشكل ده، وفعلا يعني في البيت ومفيش حاجه بتتحرك تتحرك حقيقيه قدامها. شيء مرعب يعني، بس ايه، ان شاء الله يكون يعني عطل فني. المهم يعني ان بعد يومين بالظبط الكاميرا بقى لقطت حاجه فعلا مرعبه. جيمس بيقول انه هو بيسيب الدواليب مفتوحه عشان يعني ما يعتقدش ان في حد مستخبي جوه الدواليب، ونزل مع البوست ده مقطع الفيديو ده، اتفرجوا. زي ما شفتوا كده في الفيديو، كأن في كورة كده خيال كده، ظل اسود اتدحرج من الحمام لحد الأوضة التانية. البيت مفيهوش أي حيوانات أليفة، مفيهوش أي حاجة داخلة أو خارجة، قافل كل الشبابيك، بس هو مفتح الدواليب عشان يعني ما يعتقدش إن في حاجة مستخبية جوه. أما جيمس نفسه فقاعد في الدور اللي فوق، ومن ساعة ما شاف الفيديو ده قال يمكن هي فعلا الكاميرا كانت بتحاول تحدد الخيالات السوداء اللي رايحة جاية دي، فمن ساعتها بدأ يركز أكتر في تصوير الكاميرا بالليل، وده فيديو نزله بعدها على طول، اتفرجوا.
يا صباح الرعب يعني. زي ما شفتوا كده الدمية اتحركت لوحدها لمدة ثواني صغيرة، بعد كده وقفت، بعدها اتحركت تاني كأنها بتعدل قعدتها. الكاميرا رايحة جاية هتتجنن، كأنها في حاجة عمالة تتحرك حواليها ومش عارف تمسكها. ومن ساعتها جيمس هو كمان هيتجنن، نزل الفيديو اونلاين عشان يشوف رأي الناس فيه وازاي يحل المشكلة اللي عنده دي. فالناس اقترحت عليه انه يسيب الدمية دي محطوطة في مكان معزولة لوحدها تماما، ما يحطهاش معاه ابدا. طب ما يتخلص منها خالص، ما يمسكها ويوديها في حتة ولا معرض ولا متحف ولا حاجة، ولا حتى يحرقها ولا اي حاجة. هيسيبها معاه ليه يعني؟ والله ما هي عاملة له كل القلق ده. ولا انتوا ايه رأيكم؟ يا ترى انتوا عندكم حل تاني؟ وهل انتوا فعلا معتقدين ان الدمى هي السبب في الكلام ده؟ يعني فعلا الدمى ممكن تكون مسكن جن او ارواح او كده، دي حاجة احنا عارفينها يعني، والظواهر دي لما بنركز فيها بتتطور وبتزيد، صح ولا انا غلطانة؟ الفيديو الجاي ده لواحد اسمه جاك. جاك قرر ان هو يقضي ليلة في احد الفنادق المسكونة، والفندق ده معروف او مشهور انه من اكتر الفنادق المسكونة في المكان، تحديدا في اليو اس، في الولايات المتحدة. الفندق ده اسمه بالتمور وموجود في رود ايلاند، وتاريخه مليان ظواهر خارقة، بداية من الاشباح اللي بتظهر للناس كده رايحة جاية، لسماع ضحكات كده جاية بصدى كأنها جاية فعلا من اشباح، للحاجات اللي بتتحرك من تلقاء نفسها. واغلب اللي سكنوا في الاوتيل ده شاهدوا ظواهر غير طبيعية. ولما جاك راح سكن في الأوتيل ده شهد واحدة من الظواهر دي. جاك بيقول إن هو في ليلة من اللي مقضيها جوه الفندق بالليل كده كان نايم على السرير بيحاول يروح في النوم، عشان فجأة بيسمع صوت باب الحمام بيفتح من تلقاء نفسه، وهوب بيتقفل مرة واحدة، بيترزع عشان تتفتح تاني مرة تانية، وهوب بيترزع مرة تانية. فقرر جاك إنه يمسك تليفونه ويسجل اللي بيحصل جوه معاه في الأوضة ده، وده اللي سجله. اتفرجوا. All right, you can see that the bathroom is down there at the end of the hallway. The bathroom door is the one that has been slamming itself by apparently unseen forces. I'm going to stand here for a couple minutes. If it happens again, then I'm going to catch it on video. If it doesn't happen again, then I'm going to set my camera down and try to just let it sit there and wait and catch it when it happens. Did you see that? It just did it again. I cannot believe I got that on video. I cannot believe I got that. There is nobody in this room except for me. That is the freakiest thing ever. There's nobody back here. زي ما شفتوا كده وزي ما صور في الفيديو. في الحقيقة ان جاك لو ما كانش صور الفيديو ده وكان دخل الحمام بنفسه ورانا اللي جوه ان فعلا ما فيش اي حد جوه، كنا يمكن نقول ان في حد جوه هو اللي رزع الباب مرة واحدة في التوقيت المناسب يعني، وان ده مجرد فيلم. ولكن واضح ان هو فعلا بيحكي الحقيقة، وبناء على التاريخ الاسود للفندق ده فواضح جدا ان اللي هو حصل له جوه الأوضة ده شيء يعني متعارف عليه عادي جوه. ولكن في النهاية انتوا ليكوا مطلق الحرية تصدقوا اللي حصل ده او لا، وتفسروه بالطريقة اللي تناسبكم، بس تكتبوا لي تفسيركم في التعليق. الفيديو الجاي لواحدة اسمها لورين كومز، عايشة لوحدها في بيت كبير في مزرعة حواليه مع الكلب بتاعها، والبيت ده في مكان معزول تماما، مفيش حواليه أي ناس أو أي بيوت. اللي حوالين بيتها عبارة عن غابات، وفي ناس قليلة قوي بتيجي تزورها من وقت للتاني. ولكن على الرغم من إنها عايشة لوحدها في العزلة دي، إلا إن في حاجة غريبة جدا بتحصل لها بدأت تخليها تشك إذا كانت فعلا هي عايشة لوحدها ولا لا. في يوم من الأيام وهي بتفسح الكلب بتاعها، بدأ الكلب بتاعها يتصرف بشكل غريب جدا، فصورت اللي بيحصل ده في فيديو، وده اللي التقطته. اتفرجوا. Luna. Luna.
go home. Luna, go home. No, 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 no. Luna, come on. Stop. واضح كده ان الكلبة حست ان في حاجة غريبة حوالين المكان، حست ان في شيء موجود وبتحاول ان هي تروح له او تواجهه. طبعا احنا كلنا عارفين ان الحيوانات والكلاب بالاخص بيحسوا بالظواهر الغير طبيعية، ودي مش المرة الاولى اللي الكلبة بتاعتها تتصرف بالطريقة دي. في يوم تاني حصل برضو موقف مشابه، اتفرجوا. What? What is wrong with you? Luna. What is wrong? What? What? Your big head. What? What? لما لورين عرضت الفيديوهين دول على الناس قالت ان لا، الكلب فعلا حاسس بحاجه غريبه، خصوصا ان ده مش من طبع الكلبه انها تتصرف بالطريقه دي. وقالوا لها ان هي بتحاول تحميكي من شيء انت مش شايفاه، خصوصا ان تصرفات الكلبه بدات تزيد يوم عن التاني، لحد ما في يوم لورين صورت حاجه غريبه حصلت لها وهي قاعده في امان الله لوحدها. اتفرجوا. Luna, come on. فجأة جرس الباب بيرن بشكل هستيري، بتفتح فجأة الباب ما بتلاقيش أي حد، بتفتح وفعلا الجرس لسه بيرن، يعني لو كان في حد مش هيلحق يهرب. فاللي حصل ده شيء غريب جدا جدا. فطبعا لما عرضت الفيديوهات دي كلها على الناس أكدوا لها ان لا، يعني البيت ده بقى مسكون، في حاجة غريبة حوالين البيت أو جوه البيت، الكلب هو اللي حاسس بيها، وهي ابتدت تظهر، يعني ابتدت تندع. لونا كانت مركبة كاميرات مراقبة في البيت علشان برضو كاميرات المراقبة في اليوم اللي بعدها تبدأ تلتقط الحدث الغريب ده. اتفرجوا. فجأة بقى الأحداث بدأت تتفاقم، فجأة وهي قاعدة الكتب اللي في الرف بتنزل لوحدها. فيا ترى انتوا ايه رأيكم؟ يا ترى الأحداث اللي عندها دي هتزيد ولا لأ؟ استنوا الفيديو الجاي عشان تعرفوا الأحداث دي هتزيد ولا لأ، لأن هي حصل معاها حاجات بس أنا مش هعرضها كلها في الفيديو هنا، عشان تستنوا الفيديو الجاي وأعرضها لكم. الفيديو الجاي ده صوروا مجموعة من الأصدقاء واقفين قدام أوضة كده، واضح إن هم متوترين منها، خايفين يدخلوها، خايفين يفتحوا الباب بتاعها، حاسين إن في حاجة غريبة جوه. ووفقا للي صورت الفيديو ده بتقول إن الأوضة دي ما اتفتحتش بقالها 6 سنين، 6 سنين مقفولة، وده لسبب وجيه، بسبب الحاجات الغريبة اللي بتحصل فيها. ولكن إلسا واللي هي صورت الفيديو ده ما ذكرتش إيه الحاجات الغريبة بالتفصيل اللي حصلت فيها. ولكن في النهاية بعد ما فتحوها بعد 6 سنين اتضح ان هم كانوا غلطانين، وان هم ما كانش المفروض يعملوا كده ابدا، كان المفروض يسيبوها مقفوله. في النهايه ده اللي صوروه. اتفرجوا. See if they move. Oh. Okay, hold on. Give me the lighter. I need to light it. Okay, why did that take so long? Was it the wrong key? No. Is there cameras in there? Why would there be cameras? Grandpa crazy. Oh, it's just a bedroom. do this. Are you going in? No, I'm getting a bad feeling about this. I don't feel good. Nah, I don't. I'm getting This is why white people die in movies, bruh. Nah. We have black up in this bitch. Oh my god, I just got so What is lightheaded. that? Hang in there. I just got Corbin, don't be going through this stuff. I just got so lightheaded. Oh my god. Yeah, I know. I got lightheaded as soon as I walked in here. Yeah. You are not welcome here. Oh, my head's itching. I If think there's any there's lights spirits in in here. here, leave. You are not welcome. Why is Santa Claus locked up? That thing's creepy. Why, Santa, why are you locked up? It could be an object in here. Yeah. Did your grandpa ever think about that? Like, it could be an object. You could just burn the whole room. What are you doing in the closet, dude? Oh, my back's burning. Is it really? Bitch, my back's Do you have burning. scratch marks in it? I don't know. Oh my god! No, you're kidding.
Stop. No, Get out. 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 scratch marks up your back. Stop. No, you do. Stop. You're giving me anxiety. Oh my god. You're kidding, right? You're kidding. No. Look. أثناء ما كانوا جوه الأوضة بيتفقدوها وبيشوفوا حالتها، صديق إلسا ده حس إن في حاجة بتحرقه في ظهره، وعلشان يأكد إن هو مش بيتخيل اللي بيحصل له ده وراهم ظهره. بالفعل لقوا كأن حاجة مخربشاه في ظهره، وإلسا بتحلف إن مفيش أي حد فعلا خربش ظهره وإنه كان داخل سليم تماما، واللي حصل له ده حصل له جوه الأوضة. صورت فيديو تاني بتشرح بقى اللي حصل لهم في الأوضة بالتفصيل شوية. إلسا بتقول إن البيت ده اتبنى في القرن ال19، وان المفتاح بتاع الاوضه ده ظهر لهم فجاه كده من العدم. لقوه في غرفه من الغرف التانية، كأن في حاجه او في حد حطه في اوضه مخصوص عشان هم يلاقوه، والفضول بقى اكلهم، لازم كانوا يخشوا الاوضه دي. ولما دخلوها حصل كده، ما يعرفوش الخربشه دي جت في ظهر صديقهم ده منين، ولكن الاكيد انهم لازم يسيبوا الاوضه دي مقفوله ما يفتحوهاش تاني ابدا. فانتوا ايه رايكم؟ يا ترى مصدقين الحكايه دي ولا متخيلين انها فيك؟ اكتبوا لي في التعليقات. بس لحد هنا يكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم المقاطع متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، متنسوش برضو تدخلوا على القناة التانية، هسيب اللينك بتاعها في التعليق المثبت، فيها فيديوهات هتعجبكم جدا جدا. واشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. سلام.